ايه رايك في مراجعه اللوكس في اسكندريه؟ لا بصراحة تحفة تحفة، ولميت حاجات كتيرة قوي. أنا بصراحة كنت ضايعة في الكيمستري، فهو لم لي كل حاجة يعني الحمد لله. دي أكتر مراجعة عدت عليا ما حسيتش بيها بوقتها. ايه رايك في مراجعه اللوكس في اسكندريه النهارده؟ والله كانت جميله جدا، والصراحه استفدنا بنسبه كبيره جدا واشتغلنا شغل عالي قوي الصراحه الحمد لله. تحفة طبعا من غير كلام، تحفة ولوكس اللوكس تحفة تحفة، وحاجة كريتيفيتي جدا ان احنا نبقى في سينما، وحاجة حلوة جدا، وان احنا لمينا الطلبة بتاع اسكندرية كلهم. طبعا كنا بندور على التيكت بالعافية طبعا بسبب كمية الطلبة الموجودة، بس الحمد لله ان احنا لقينا. اتبسطت جدا بالموضوع بتاع النهاردة، كان يوم حلو قوي، مراجعة كانت لذيذة، فهمت انها حاجات كتير، ان شاء الله اكمل معاكم اونلاين. بصراحة أنا ما شفتش مراجعة زيها. أنا بصراحة من محبين الدكتور، بحب شرح الدكتور. يعني المراجعة النهاردة كانت لذيذة وفيها حاجات ممتعة قوي ومسابقات كتير قوي، والحمد لله النهاردة أنا كسبت، طلعت ب 300 جنيه أهو يا دكتور. يوسف اللالو بيقول لك ال 300 جنيه صوت صورة دليل. تحفة تحفة تحفة، ما كنتش متخيلها كده بصراحة. يعني أنا اكتشفت إن أنا بحب الكيمستري وأنا ما كنتش بحبها، فبصراحة يعني شكرا جدا للمستر. بصراحه هي كانت لذيذه جدا، وكان كان بعض النقط كانت صغيره كنا بننساها، بس اللوكس هو ركز عليها وكانت جميله جدا جدا بجد يعني. كانت حلوة قوي الصراحة، واتبسطنا كلنا، وكان في مسابقات وحاجات حلوة الصراحة واتبسطنا الصراحة، كانت حاجة حلوة يعني، وكانت منظمة وكانت جميلة بجد. طيب ايه المشاكل اللي كانت بتواجهك قبل ما تيجي المراجعه واتحلت ولا لا بعد ما حضرت المراجعه؟ المشكلة ان كان الدروس الصبح بدري قوي، دي مشكلة من المشكلات. المشكلة التانية كان في برضو صعوبة بين الحل وكده، احنا حلينا كتير قوي النهاردة. في مسابقات كتير النهاردة اتعملت، كان في تشجيع كتير قوي النهاردة، كان في الطلبة كان في ما بينهم حاجة حلوة قوي النهاردة، فكان أحلى من أي درس أنا أشوفه. بصراحه الافيهات والملازمات اللي هو بيقولها اللي بيخليك تحفظ المنهج وبتعرف تحل. لا هو بصراحة أنا من ساعة ما ابتديت آخد مع الدكتور وأنا كنت بحل، يعني كان بيرفكت. الكيمستري المادة الوحيدة اللي ما براكمهاش، المادة الوحيدة اللي بعرف أحل فيها كويس جدا من غير مجاملة والله العظيم، بس لا بجد بيرفكت. أنا قبل ما أجي المراجعة كنت حاسس إن أنا ناسي معظم بارت 1 من الأورجانيك، لأن طبعا الحصص كانت بتنزل ورا بعضها وكان في تنظيم في نزول الحصص. جيت المراجعه انا لميت كل حاجه، لميت المخططات الكان والكين والقاين، ومخطط البنزين اللي كان عامل معايا برده كان مشكله برده، فلميته النهارده من المراجعه. وبصراحه الورك شوب كانت جامده والاسئله بصراحه كانت جامده قوي. لا الصراحة دكتور جوزيف أصلا ما كانش بيعملناش مشاكل أصلا، كان بيحل لنا كل حاجة أصلا في الحصة وكلاس شيت وكله، فأنا أصلا معاه من الأول، يعني كان كويس معانا، مفيش أصلا مشاكل من الأول، فأنا جاية أراجع معاه عادي. الحاجة بس الوحيدة اللي مضايقاني إن أنا ما اتصورتش مع الدكتور، ما اتصورتش معاه ليه لوحدي؟ أنا عايز أتصور معاه لوحدي لو سمحت، ماشي؟ هو الحاجات اللي كان واقعه معايا قبل المراجعه ان هو التفاصيل اللي انا كنت ممكن اعديها في اليوباك في الايوباك في الكومن، بس الدكتور النهارده ركز عليه، وكانت بجد كان فرق معايا جدا. هو أنا عموما كنت زمان مش بعرف أحل الكيمستري، بس لما أخدت مع الدكتور طبعا الموضوع سهل قوي، بقى سهل خالص. اكتر حاجه فرقت معايا من دكتور جوزيف طول السنه طريقه شرحه، لان انا كنت يعني الكيمستري كانت بالنسبه لي قبل ما ابدا السنه انا كنت خايف منها، كنت خايف اللي هو كم كبير شابتر 5 شابترز، وكنت خايف من حاجه اسمها اورجانيك. بس انا لما بدات انا الدنيا سهله، الدكتور مبسط الدنيا بكل الطرق الممكنه، حصص شرح بيستفيض بحيث ان احنا نبقى متعرضين لكل الافكار بصراحه. طب وجهي كلمه اخيره للوكس قبل ما يمشي من اسكندريه. يا ريت تقعد معانا أسبوع كمان عشان خاطري، اقعد معانا أسبوع واحد بس، أسبوع. يعني يا دكتور يعني شكرا بجد ليك، وحتى كمان انت الدفعات اللي جايه هتتمنى يوم زي ده، عشان هو يوم بقى فعلا فرق مع كل الناس. خليه بقى قاعد هنا، ما يروحش، محدش هيطلعه أصلا، خليه هنا بقى، ما يرجعش القاهرة خالص. احب اقول لك يا دكتور نورت اسكندريه كلها النهارده كانت فرحانه بسبب حضرتك، وان شاء الله دفعه البلس 90 هتوعدك بال60 من 60 في اخر السنه يا دكتور. يا رب يفضل على طول في اسكندرية، ما يمشي ليه؟ يفضل على طول يعني، يا رب ما يمشيش من هنا. والله يا لوكس نورت اسكندريه، وعايزين نشوفك تاني، وان شاء الله هنشرفوك في اخر السنه، وادعي لنا لوكس. بحبك جدا 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 جدا، وكنت عايز اتصور معاك قوي يعني، بس نعمل ايه بقى؟ نعمل الشوكة الثلاثية امل ليك وليا. بنحبك يا لوكس، تعالى السنة الجاية عشان أنا تانية ثانوي، جاية لك مخصوص عشان أتصور معاك.